السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم عواش مبروكة ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبالهنا باش ما كنتمنوا يا ربي. اليوم ما شاء الله غادي نحضروا واحد التحلية للسحور او لا نحطوها في الطبلة على مائدة الافطار ان شاء الله. كتجي لذيذة وكتجي بنينة هاد الكيك، وكنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله. غادي نحتاجوا على بركة الله. عندنا هنا 3 البيضات. بالنسبه للناس اللي عندهم المول صغير فممكن يستعملوا غير 2 بيضات. هنا عندي 3 ديال البيضات، عندي كاس لاروب ديال سكر سنيده بعبار كاس ديال العنبه اللي معروف عند الناس كلشي. هنا تقريبا غادي نستعمل كاس لاروب، ما غاديش نعمرو الكاس. غادي نطرب البيض مزيان مزيان حتى يولي اللون ديالو ابيض فاتح. هنا غير بالطراب اليدوي، يعني ما عادش نحتاجو للطراب الكهربائي. هنا غادي نحتاج نص كاس اولا كاس لاروب ديال زيت المائده، زيت الروميه عاديه. هنا غادي نحتاج واحد الكاس ديال الحليب. بالنسبه لهاد الكيكه البنات راه عبار ديال كاس العنبه راه فيه 150 مليلتر. انا هنا كنعبر بكاس واحد وكنضيف حيت عندي غير كاس واحد كنكبهم في الكيسه الاخرين. عندي هنا ساشي فاني. بالنسبه للبنات الكيكه راه عاديه كيف كنستعملوا الكيكات، الا اننا كنضيفوا عليها اضافات اخرى وكنزينوها بشكل اخر. هنا غادي نحرك داك الساشيباني. غادي نضيف الدقيق، عندي 4 ديال الدقيق اولا 250 غرام ديال الدقيق. غادي نضيف النص بالنص وانا كنغربل. البنات عودوا غربلوا الدقيق المره الاولى وهذه هي المره الثانيه باش هكا كيعطينا واحد الخفه في ديك في الدقيق في الكيك عفوا، كيجينا بحال الجينواز، ما كيجيناش الكيك مدقس. نحاولوا نغربلوا الدقيق 2 المرات. هنا كنحرك غير بشويه بشويه باش ما ينزلش هذاك البيض اللي طربناه قبيله. صافي غادي نضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق اللي بقات ليا. غادي نضيف معاها 2 خمارات حمري من فئه 7 غرام، وغادي نضيف معاها واحد المعلقه كبيره عامره ديال الكاكاو غبره اولا 3 ساشيات ديال الكاكاو. نتوما واش عندكم؟ انا هنا توفر لي غير الكاكاو ديال العبار. استعملت معلقه كبيره عامره مع الباقي ديال الدقيق اللي قلنا 4 ديال الدقيق الفورس. هنا صافي غادي نغربل هاد الدقيق مع الكاكاو وغادي نكمل الخلاط ديالي ديال الكيك. الكيكه ما هاد الخليط ما تيجيش ثقيل وما تيجيش خفيف. هنا نحاولوا غير بشويه بشويه حتى تندخلوا هذاك الدقيق. صافي هنا البنات غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل ديال المائده اولا الخل اللي عندكم نتوما، باش كيعطينا واحد الفشفشه في هذاك الكيك وكيتنفخ لينا. كيجي الكيك خفيف واسفنجي. صافي مني تنتاكد ان هذاك الخل اللي ضفت يعني تخلط ليا مع الكيك، غادي نجيب واحد المول اللي كنت نكون دهنه بالزبده ورشه بالدقيق. غادي نكب فيه هذاك الخليط ديالي وغادي ندخلو الفران على درجه 180 درجه، فران بارد. كنشعل من التحت وكنخليه حتى تعطي الريحه ديال الكيك ديالنا، وعاد كنشعل من الفوق. هنا تقريبا كيدي ليا واحد 25 حتى 30 دقيقه. وهنا البنات غادي نجيب واحد المقله اللي كتكون ما كتلصقش. غادي نجيب كاس ديال السكر سنيده وغادي نخلي المقله حتى تسخن مزيان، عاد نوضعوا فيها هذا الكاس هذا ديال السكر سنيده، لاننا غادي نقادو واحد الكريم كراميل. هذه هي تتكون حشوه في وسط الكيك. صافي كنخليه هنا البنات حتى الراس ويبدا داك السكر سنيده تيذوب الراس، وكنشوفوا من الجوانب ديالو بدا تيسيح. ما نقيسوه دابا، ما نحركوه حتى التالي، حتى اخر لحظه عاد نبداو نخلطوا اولا نساعدوا هذاك السكر باش يذوب. هانتوما كيف تلاحظوا معايا بدا كيذوب السكر. هنا حتى التالي عاد نستعملوا الملعقه البنات، الملعقه خشبيه اللي غادي باش نحركوا هذا السكر هذا ونخليوه يذوب مزيان مزيان.
صافي. من بعد ما داب هذاك السكر غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده، وهنا غادي نضيفو غير شويه بشويه البنات باش ما يطلعش لينا داك البخار ديال الزبده اولا باش ما نطرشوش، غير للسلامه وصافي. هنا عندي واحد المعلقه ديال الزبده صافي. ونبدا كنحرك، ثم نضيف واحد الكاس ديال الكراميل، ياغورت كراميل. هنا كنعاودو نصحوا الذوق ديال الكراميل، كنعطيوه واحد النكهه اللي تكون زوينه كيف تلاحظوا معايا. هنا هذا كيعطي واحد المذاق رائع بزاف للكيك. هنا البنات غير شويه بشويه، هانتوما ملي كنضيفوا شويه بشويه راه كيطرش، الله يحفظنا وياكم، غير بشويه بشويه باش ما يطرش علينا. وعرفتوا السكر الله يحفظ راه داير بحال البلاستيك تيلصق في اللحم. صافي. هنا نطفي على البوطه ونبدا تنحرك غير بشويه بشويه. صافي. هنا كيف تلاحظوا معايا راه كيعطي واحد المذاق زوين لهذا الكراميل. هنا الكيك من بعد ما طابت وخرجتها من الفران كنخليها ترتاح مزيان مزيان حتى تبرد على خاطرها. كنجيبوا واحد يعني واحد هذا انا جبت هذا ديال العسل، نتوما ممكن تستعملوا ديال المغرفه، الراس ديال المغرفه، وكنثقب به هذا الكيك كامله هكا باش كيجينا ساهل. كنجيب داك الكراميل ديالي اللي صاوبت وكنبدا تنعمر به هذوك الثقب اللي درت في الكيك. كيف قلت لكم راه كيجي المذاق رائع جدا وكيجي بنين، داك المزيج ديال الشوكولات، المذاق ديال الشوكولات والمذاق ديال الكراميل، فكيعطي واحد المذاق جد جد رائع وجد لذيذ. كيف تتشوفوا كنبدا نعمر غير بشويه بشويه هذوك الثقب حتى تيمتص لينا هذاك الكراميل. وهنا كنجيب واحد الكاسرونه اللي كنوضع فيها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال دقيق الذره اولا المايزينا. هنا كنستعمل 2 معالق كبار عامرين مملوئين. كنستعمل كذلك واحد 2 معالق ديال سكر سنيده، وعادي نستعمل واحد القبيصه ديال الملحه هكا باش كنصحوا داك الذوق ديال الحلاوه. وعادي نستعمل واحد المعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. وهنا عادي نستعمل واحد 3 ساشيات ديال الكاكاو المر. هكا كنجيب واحد الكريمه اللي كتكون زوينه وكتكون بنينه. هنا عادي نستعمل دوك 3 كاملين اولا معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو ديال العبار. كنحرك هاد المكونات كاملين، كنضيف نص سطرو ديال الحليب، عفوا البنات ما تشدتش ليا القطه ديال الحليب. عادي نخلط مزيان 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 حتى تنسجموا لينا دوك المكونات وكنحطو على النار. كنبدا كنحرك باستمرار، النار تكون متوسطه وانا كنحرك حتى تنحس به بدا كيتقال هذا الخليط هذا. ما تنساوش البنات المعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان ونص سطرة الحليب، لانه كنت يصحاب لي واش كنصور ساعات للاسف ما صورتوش. هنا كتجي واحد الكريمه اللي تتكون زوينه وكتكون بنينه. عادي المهم ملي كتشوفوها كتبقى تبقبق بحال هكا وكتكون واحد الفقاعات، غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه تقريبا غير صغيره البنات ما تكونش كبيره. وحنا كنحركو كنطفيو العافيه وكنبداو نحركو هكا. كتخلي لنا واحد الكريمه اللي كتكون زوينه وكتكون ليس تكون رطبه. هنا كنضيف واحد تقريبا انا خديت البنات هنا واحد لاستيس زوينه البنات تستعملوها في اي كيك عندكم بغيتو تزينوا مثلا بالغناشه ولا تزينوا بهاد الكريمه هذه. فانا كناخذ ديك الباكيه ديال الماروخه تيكون فيها الشوكولاته تيكون فيها اللوز، هكا كيعطيني مذاق زوين وفي نفس الوقت دوك الحبيبات ديال اللوز. انا الصراحه هذه طريقتي في تزيين الكيك، كنستعمل هاد الماروخه هذه اولا الاشكال اللي كتشبه الماروخه، فكيجي مذاق رائع جدا وكيجي حتى داك المذاق ديال اللوز.
وكنصيحه اخرى البنات الا بغيتو تضيفوها، ضيفوا شويه ديال الزبيب حتى هو، راه كيجي واحد التعليكه خطيره جدا. هنا كنجيب المول ديالي وكنصب فيه هذاك الخليط كيف تلاحظوا كامل، وكنزدح شويه داك المول هكا باش كيتساوى لينا داك الخليط، وكنخليوه غير فوق البوطاجير هكا حتى تيبرد ياخذ درجه حراره المطبخ، عاد كندخلوه للثلاجه يبرد كيف تتشوفوا معايا. هادوك التقيبات الاولين اللي تقبنا في الكيك راه كيبقاو يشربوا لينا الكريمه، لانها كتكون سائله شويه، من تكون سخونه كتكون سائله فكيبداو يشربوا منها هذاك الكريمه. صراحه هاد الكيكه راه كتجي خطيره ورهيبه جدا. وهنا كنجيب الشوكولات تقريبا واحد 5 دراهم ديال الشوكولات، كنشدها كنحكها في الحكاكه وكندردرها من الفوق اولا كنزين بها هاد الكيك. البنات ما تخليوش هذاك الكريمه تبرد بزاف هكا باش حتى لو وضعنا فيها الشوكولات يتشد لينا داك الشوكولات ما يبقاش يطيح. هنا غادي ندردر وديك الساعات نغطي بشي اناء اولا بشي طبسيل اولا بوطو وندخلها للثلاجه تبرد تماما ليله كامله. البنات انا اعتذر لانه التصوير ديال الشكل النهائي ضاع ليا من التسجيل ديالي. فراه الكيكه كتجي رائعه كتجي جديده، لان هاد الكيكه الصراحه ديتها لعند الصديقه ديالي ومنين حطيتها نسيت ما صورتهاش اولا حشمت ما قدرتش نصورها في وسط الطبله. فهذا الشكل ديال النهائي ديالو كيجي جديد وكيجي بنين. هنا البنات واحد شويه ديال الكراميل بقى عندي نكبهم فوق داك الشكلاط كنزين به خطوط عشوائيه، كتجي كيكه خطيره ورهيبه جدا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتعليقات بلي جيم ديالكم. دمتم سالمين في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.